الجزائر تلعب بالنار مع المغرب بشأن الصحراء، وتدق طبول الحرب، وتوفر للبوليزاريو الدعم العسكري واللوجستي والمالي، وخبراء دوليين يحذرون كبرانات الجزائر من أن الصحراء المغربية ستكون سبب هلاكهم. وتتخفى الجزائر خلف وضع وهمي كمراقب في النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، في وقت لم تتوقف فيه أبدا عن التحرك ضد الوحدة الترابية للمغرب، حيث تقدم نفسها أحيانا على أنها طرف مهتم، وأحيانا أخرى على أنها فاعل مهم ومحايد. وفيما يبدو أن استمرار حصر الكبرانات لأنوفهم في ملف الصحراء المغربية سيشعل حربا عسكرية مع الجيش المغربي، حرب قد تكون فرصة جديدة للمغرب لاسترجاع الأراضي الصحراء الشرقية التي اقتطعها المستعمر الفرنسي من الأراضي المغربية وضمها إلى مقاطعة الجزائر. كما أنه أمام انعدام وجود عدم حقيقي للأشخاص الموجودين في المخيمات، يقومون المسؤولون الجزائريون وعناصر البوليزاريو باختلاس ممنهج للمساعدات الإنسانية الموجهة للسكان المدنيين، وهو وضع أقرته تقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال. هذه المناورات الجزائرية لن يكون بمقدورها زعزعة صلابة الإطار المرجعي الذي وضعه المجتمع الدولي للتوصل إلى حل نهائي للنزاع المفتعل الإقليمي حول الصحراء المغربية، والذي يتمثل جزء رئيسي منه في حصرية إطار الأمم المتحدة لمعالجة هذه القضية. هذا وقد اصطفت دول الاتحاد الإفريقي وراء الشرعية الدولية باعتماد القرار 693، والذي يحصر دور المنظمة الإفريقية في دعم المسلسل السياسي حول قضية الصحراء المغربية الذي تشكل الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. حجر الزاوية فيه كما أن المناورات الجزائرية لا يمكنها أو لن يمكنها كبح دينامية التأكيد على مغربية الصحراء التي لا رجعة فيها، مشيرة إلى أن 165 دولة لا تعترف بالجمهورية الوهمية التي صنعتها الجزائر، وأن 44 دولة سحبت اعترافها بهذا الكيان الوهمي منذ سنة 2000، والمغاربة يطالبون مسؤولين بالرد بالمثل وبكل قوة على تصرفات الكبرانات الصبيانية ودعم جمهورية القبائل بشكل رسمي وعلني، على اعتبار أن جمهورية القبائل الشقيقة هي آخر مستعمرة أو مستعمرة في إفريقيا، والبدء في التعامل مع جارة السوء الجزائر كدولة أو كدولة عدوة للمغاربة، ملكا وشعبا ووحدة أراضيهم.